يا سعاد، يا سعاد. ايه يا حماتي؟ مش سامعاني؟ سامعاكي وجيت لك على طول اهو. روحي لمي الغسيل وطبقيه. طب اخلص حبه المواعين واعمل لك الغسيل. لا، لمي الغسيل وطبقيه. هو انت بتتعاملي معايا ليه كده؟ طب ما هو في نهله سلفتي التانيه، المفروض الشغل بيتقسم بينا. انت بترد عليا الكلمه بكلمتها؟ مش قصدي. انت عايزه تفت قلبي يا سعاد؟ هقوم الم الغسيل. طيب اسمعي الكلمه. حاضر. بتنهي القلب السليم. ايه يا احمد؟ صباح الفل. صباح النور. انا لسه طالعه من عند امك، من صباحيه ربنا وانا عند امك تحت، عماله اخدم واغسل واشيل واطبق، وفي الاخر انا ما بتشكرش. معلش يا سعاد، ما احنا كلنا في بيت واحد. كلنا في بيت واحد، يعني المفروض نهله تساعدني في شغل البيت، الشغل يتقسم ما بيني وما بينها، لكن ده حرام يبقى كل الضغط عليا انا. هي نهله هنا ولا عند امها؟ نهله في شقتها، شويه عند امها، يا امها عندها، ومكبره دماغها خالص من امك. ما هي مش مكبره ولا حاجه، هي بس تلاقيها زهق بس عشان جوزها مسافر، فبتقضي شويه هنا وشويه عند امها. يا ده ما سعاد يمنعش ان هي برضو تساعدني يا احمد، ما انا حرام يبقى الضغط كله والشغل كله عليا. طب خلاص، انا هبقى اكلم اخويا في التليفون وهو يكلم مراته كده ما بينهم وبين بعض. انا ما بلحقش اقعد شويه في شقتي ولا اعمل حاجه في شقتي، انا اول ما بفتح عينيا بنزل على تحت. خلاص انا هبقى اتكلم مع اخويا بيني وما بينه كده، يخلي مراته كده تخف من عند امها، ويبقى انتوا الاتنين تساعدوا بعض كده عندهم. بشوف اخرتها. انا ما احنا تعبت. عشان انتوا عارفه يا سعاد، احنا بناكل وبنشرب تحت والدنيا كلها احنا اللي بنبقى مدهولينها تحت. ولو برضو المفروض ان هي تساعد معايا، ما يبقاش هي بقى ايه، ما بتعملش حاجه ومعززه نفسها وانا اللي مبهدله نفسي. لا حقك، انتوا الاتنين مع بعض وانتوا الاتنين واحد. انا هكلم اخويا بيني وما بينه، ربنا يهدي الاحوال. حماتي عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يرضيكي يا حماتي كده اللي ابنك عمله ده؟ ابن مين؟ احمد. عمل ايه؟ اتصل على محمد جوزي وقال له مراتك ما بتنزلش تخدم امي ولا بترضى، والحمل كله على سعاد. يرضيكي كده؟ والله انا عرفت اربي. عرفتي تربي وابنك بيهددني نازل الشهر الجاي لو ما خدمتكيش هيتجوز عليا. طيب يا اختي اعملي باللي هو بيقوله وقومي شوفي اللي وراكي. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، مش كل الحمل يبقى على واحده، انتوا الاتنين تشيلوا بعض، انت تعملي حاجه وهي تعمل حاجه. هو انت ترضي ان هو يكون الحمل عليكي لوحدك؟ ما انت عارفه ان انا معظم الوقت مش هنا وقاعده عند امي. ما انت على طول عند امك عند اخوكي هنا. طب ليه؟ ده جوزك مسافر، اصول تكوني قاعده في البيت ومجنونه، ما تخرجيش كل شويه عشان ما تخليش الالسنه تتكلم. ماشي يا حماتي، حاضر حاضر. يلا قومي شوفي اللي وراكي. حاضر. حضر لك الخير يا اختي. انا خلفت رجاله بصحيح يخافوا على امهم. يبارك لي فيكم ويخليكم يا احمد ويا محمد، يسترك ربنا يا ابني. ايه يا نهله؟ ايه صح، هي دي الملوخيه اللي هتتعمل؟ طب ردي السلام، مالك؟ الحمد لله مفيش حاجه. هو انا زعلتك في حاجه؟ لا يا سعاده، انا زعلانه منك. طب انا عملت لك ايه عشان تزعلي؟ عشان انت لو انت جوزك عليا وخلتيه يكلم جوزي ويهددني ان هو يتجوز عليا. اصبري بس اغسل ايدي كده، وبعدين انا ما قومتش جوزي عليكي. انا قلت له يا نهله ان الضغط عليا كتير قوي والشغل كله عليا، نساعد بعضينا يا نهله. ماشي يا سعاد، في حاجه تعالي قولها لي في وشي، مش تلفي اللفه دي كلها وتوقعي بيني وبين جوزي. والله العظيم انا ما اقصد. وبعدين يا نهله، ما هو بصي يعني انا دلوقتي بغسل مواعين، لو انت وقفتي عملتي الاكل والله هنساعد بعضينا وهننجز وكل واحده تطلع شقتها ان شاء الله. يا ستي لو زعلانه حقك عليا، انا مش قصدي ازعلك، ربنا يعلم ان انا بعزك. ماشي يا سعاد. ولا انت هتعملي زي السلايف الحربوقه؟ لا مش للدرجه دي، اما اشوفها هتعمل ايه جنب الملوخيه. هتعمل رز وسلطه. طيب ماشي. هي مش تعمل لنا فراخ كمان؟ جايبه لحمه. طيب اذا كان كده ماشي. زعلانه؟ لا خلاص. اعملي بس الملوخيه حلوه ها، قشطه، عشان انا بحب الطشه بتاعتك. ماشي. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله يا حبيبي. اخبار صحتك ازيك ايه؟ يا احمد؟ نعمه من عند ربنا. انت عامل ايه؟ والله الحمد لله الحمد لله حبيبتي. يا رب. امال فين سعاد ونهله؟ جوه في المطبخ. طب كويس، ربنا يصلح حالهم يا رب. ايه يا احمد؟ ايه يا سوسو عامله ايه؟ الحمد لله. الاكل خلص، نحط دلوقتي؟ ماشي جهزوا الاكل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا نهله؟ السلام عليكم. زعلانه ليه بقى؟ خلاص يا ماما، مش صفينا؟ لا وبرده قولي لحمه عشان تصفي انت واحمد برده، عشان تعرفي ان هو مش قصده حاجه. طب ايه اللي صدر مني طيب؟
اللي صدر منك يا احمد انت شايفني بعمل حاجه غلط، المفروض تيجي تقولها لنا، مش تروح تقولها لاخوك واخوك يهددني انه يتجوز عليا وان هو ويتخانق معايا ويقعد اسبوع ما يكلمنيش. بص يا نهله، انا ما اقصدش ان انا اقول لاخويا عشان يزعلك او يقول لك كلمتين يزعلوكي، بس انا ما ينفعش اعدي الاصول ياما. انا ما ينفعش اتكلم معاك، انت مرات اخويا، فما ينفعش اجي اقول لك تعالي اخدم امي او اعملي، هتتفهم غلط ان انا يعني عايز اعزز مراتي عليكي، وده طبعا مش في ضميري ابدا. انا اتكلمت مع اخويا بحكم ان هو اخويا، بفضفض معاه ان انتوا الاتنين واحد. انا هو اخويا الله يصلح حاله في الغربه، الله يصلح حاله، وانا بقى طول النهار بره في شغلي، وانت مالكمش غير حماتكم يعني امكم، قاعدين معاها، بتقعدوا معاها اكتر ما بتقعدوا في شقتكم او بتقعدوا عند اهاليكم. فانتوا يعني انتوا مش بتخدموها ولا حاجه، انتوا بتخدموا عيشتكم، بتخدموا عيشتكم في البيت معاها وحسكم مع بعضيكم. هو انت عندك حق يا احمد، بس انت عارف اخوك وعارف مخه وعقليته. اسمعي الكلام ده مني يا بنتي، اسمعي الكلمتين دول. بصي يا حبيبه قلبي، اولا ولادي ابني لو ملوش خير فيا يبقى ملوش خير فيكي، وانا مربياهم كويس وماشيين بما يرضي الله. وعايزه اقول لك حاجه، انا لما بطلب منك او من سعاد حاجه تعمليها، يعني الحاجه الحلوه اللي انتوا هتعملوها هتعود لكم فيما بعد، لان مسيرك يا مرات الابن هتبقي حما، واللي عملتيه هيترديلك. بالظبط، وهي الدنيا كده ياما. انت النهارده بتخدمي حماتك وبكره مرات ابنك هتيجي تخدمك، يعني هي الدنيا كده دواره. وانا لما حكيت لاحمد ما كانش قصدي حاجه، انا كان قصدي ان انا تعبت، يعني شويه انت وشويه انا، ولو ايدينا في ايد بعض هنخلص الشغل على طول، ومش هنخليها هي برضو عايزه حاجه. بص، هو في الاول وفي الاخر هي النيه سليمه. انا لما اتكلمت مع اخويا اتكلمت معاه عشان ما اعديش الاصول، ما ينفعش ان انا اروح اتكلم مع مرات اخويا، فاهماني؟ وبعدين حتى لو هو قال انا هتجوز، بصراحه هو المفروض ان هو يتجوز واحده تانية عشان تيجي تبقى الثالثه وتخدمنا. والنبي لما جوزك يتجوز الثانيه. لا الا جوز يا بنتي يا هبله، هو لا هيتجوز ولا حاجه، بس بيقرص عليكي شويه. بالظبط، بيضحك معاك. هي قالت له اتجوز، بيضحك معاك. دي محبه يعني، نكش بس نكش. انا كلمته. شفتي كلمتيه قلتي له ايه؟ قلت له ليه تقول لها كده وتزعلها يا ابني يا حبيبي؟ قالت له اتجوز بس يا بنت. شفتوا الحبه السكر دي؟ انا بس بقرص عليها، وانا معقوله اتجوز على نهله؟ ما انت عارفه ان انا بحبها، بس بوجهها بس واخليها تعمل معاكي وتاخد بالها منك وكده. ما ينفعش كل شويه تروح لامها ولاخواتها، انا عايزها تقعد في البيت وتتكلم. شفتي بقى؟ ربنا هناكل ونغسل المواعين بتاعه الاكل، وانا هطلع شقتي. عايزه تروحي عند امك روحي، وانا لو عايزه اروح في حته هروح، بس هنبقى خلصنا اللي ورانا. تردوني علشان ادعي لكم دعوه حلوه، ده دعوه الحما من السما من عينيا. وبعدين لو عندها بنت كنا قلنا ماشي، هي بتيجي تشيل شويه واحنا شويه، لكن هي ما فيش بنات. ليه بقى؟ ما انا عندي بنتين اهو. بالظبط، انا لسه كنت هقول يعني قصدي ان احنا طالما كده نساعد بعضينا احنا، ونخليك انت مش انتوا ولادها، ربنا ما يحرمنا. احنا طول النهار انا ببقى في شغلي واخويا في شغل الله يصلح حاله، وانتوا الاثنين قاعدين معاها، يعني دي امكم النهارده بتخدموها، وبكره هتيجي مرات ابنكم برضو تخدمكم. هي الدنيا كده دواره، واللي بتعمليه هتلاقيه، وانتوا الاثنين هنا في البيت انتوا الاثنين واحد، مفيش واحده احسن من الثانيه. لا سعاد اختي حبيبتي. ربنا يديم المعروف. انا عايزاكم تبقوا اخوات، تحبوا بعض وتحبوا الخير لبعض، مفيش واحده تنفسن من الثانيه. صح، عشان هما الاثنين واحد. بالظبط. يلا تعالى عشان نغرف الاكل بقى. يلا بقى، ربنا يديم المعروف. يا مفيش احسن من كده يا ابني. انا مبسوطه قوي النهارده. الحمد لله، هما الاثنين غلابه، بس برضه شباب صغير محتاجين برضه الكلمه من الكبير والتوجيه. والتوجيه عشان يعرفوا هي الدنيا كده دواره يا امي. فعلا يا ابني، ربنا يصلح حالهم. شوف يا رب، انا النهارده بجد مبسوطه قوي وسعيده بيكم ان انا عرفت اربي كويس. ربنا يديك الصحه يا امه ويخليكي لينا وما يحرمش كده من دعواتك الحلوه اللي بتسترنا كده يا امه. يا رب يسترها معاكم دنيا واخره يا اولاد، ومالكش بركه الا مراتك. اوعى تزعلها، مش معنى ان انت الراجل اللي بيقعد يزعق على مراته كده، انا ما بحبش كده. الرجوله ان انت تحافظ على بيتك وتحميه وتعامل مراتك بما يرضي الله. كله بتوجيهاتك يا ست الكل، كله بتوجيهاتك. ربنا يديك الصحه. اطلع بقى اغير عقبال ما يحضروا العشاء ونقعد نتلم مع بعض. ماشي دايما يا رب كده يا حبيبي، متجمعين على الخير يا حبيبي. الله يخليك يا ام. ربنا يصلح حالكم ويهديكم يا اولادي ويسترها معاكم دنيا واخره.